ويا مساء الفل والورد والياسمين، يا مساء السعادة والهنا، يا مساء الرضا، يا مساء الحلويات على عيون أحلى اخوات في الدنيا. يا رب يسعد قلوبكم ويكبر خاطركم بما تتمنوا. يا رب تجعل لنا من جبر الخواطر نصيب. يا رب تراضي قلوبنا وتطيب قلوبنا وتفرح قلوبنا ولا توجعش قلوبنا أبدا أبدا، اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب ما تفضحناش أبدا ولا تذلناش أبدا ولا تحوجناش لغيرك أبدا أبدا، قولوا آمين اللهم آمين. يا رب تسدد ديننا وتفك كربنا وتزيح همنا وغمنا وتراضينا بما نتمنى، تجعل لنا من سعادة الدنيا والآخرة نصيب، اللهم آمين يا رب. وحشتوني جدا جدا من آخر فيديو كنا فيه مع بعض. جايه لكم النهارده فيديو قمر كده وكلام قمر قمر قمرين 3 4 كده زيكم كده. فيديو النهارده هيعجبكم قوي. فيديو النهارده فيه كام نصيحه كده حلوين قوي قوي قوي، هتريحي دماغك بيهم قوي قوي لو مشيتي عليهم. الاول صلي بينا على النبي، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ولو كنت اول مره تشوفيني اتمنى تدعميني وتشجعيني بلايك حلو للفيديو، كومنت قمر زيك كده، واتمنى ترفعي الفيديو بالصلاه على النبي تؤجري عليها. ربنا يرزقكم جبر يتعجب له اهل السماوات والارض، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا نخش بقى على الفطار. ومش قادره اقول لكم يعني الحاجات دي كلها مطلعاها من الفريزر، الحاجات السايحه دي يا بنات. شايفين المنظر عامل ازاي؟ الحمد لله يا رب على كل عطاياك وعلى كل ما جايبك، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض وما بينهما. كل حاجه فكه الحمد لله، كل حاجه فكت في الفريزر يا بنات، كل حاجه ساحت حرفيا بمعنى الكلمه. ما قداميش حل تاني الا ان انا استنى الصيانه لما تيجي. المفروض ان هو قال لي هنوصل لك في خلال 48 ساعه، لغايه دلوقتي لسه ما جاش. كل حاجه حرفيا فكت تقريبا، الفريزر ما بقاش بيجمد اصلا. فالعوض من ربنا بقى في كل اللي انا جايباه وكل اللي تعبته ووقفت عليه، اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. انا ما قداميش حل، ما فيش مكان اصلا، ما حدش عنده مكان، مش اعرف حد اصلا اعرف احط عنده الحاجه. احنا في رمضان والناس مخزنه حاجات في بيوتها. يلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مش عايزه افتكر يعني، الحمد لله مش عايزه افتكر الوضع وشكل الحاجات اللي كلها سايحه على بعضيها دي عامله ازاي. طيب تعالوا نطلع بقى. قلت استغل بقى الحاجات اللي هتبوظ دي، الحق اعمل اي حاجه منها. طلعت كده كيس شوربه، طلعت كيس خضار، كل حاجه دي كانت الحاجات دي لسه طالعه من الفريزر بس كله فاكك زي ما انتم شايفين كده. طيب طلعت كيس شوربه وطلعت كيس خضار وطلعت اللهم صل على النبي كيس الفراخ ده انا كنت حاطاه في الفريزر بتاع التلاجة. هنعمل مع بعض فطار سريع وخفيف وظريف، والصلصه كانت سايحه ونايحه والدنيا زي الفل، اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. حطيت الخضار على الشوربه على الصلصه وحطيتهم كده على النار. ده انا هعمل النهارده طاجن خضار. وهعمل الفراخ كنت مطلعها متبله وجاهزه على طول على السوا. كنت المفروض اشويها بس الصراحه المزاج مش احسن حاجه خالص ان انا اقعد اشوي لا خالص، فقلت ان انا انجز يعني. فضيت الفراخ كده في قلب الصينيه وزودت عليها شويه ميه وسبت الخضار يستوي على عين التانيه. الخضار الناس اللي بتقول الخضار بيجلد، يا حبيبه قلبي ادي الخضار وقته في السوا، ادي الخضار وقته في السوا هيطلع معاكي مظبوط وزي العسل. واعملي حاجتك من بدري شويه، ما تجيش بقى في الوقت الضايع تلاقي نفسك بتجري حوالين نفسك كده. حمرت شويه رز بشعريه وطلعت كيس ويكا. الويكا برده كانت فكه زي ما انتم شايفين كده، الحمد لله رب العالمين. اديتها غلوه كده على النار بميه وما حطيتش شوربه عليها، ما اعرفش ليه يعني، مع ان عندي شوربه بس ما اعرفش ليه يعني. كان ممكن ان انا اسلقها في ميه واصفي الميه وارجع اسويها ازودها شوربه واظبط القوام بتاعها. لا انا ظبطت، انا سلقتها في الشرب في الميه وحطيت عليها حته توم كده محترم من التوم اللي سايح برده وعملت الطشه زي ما انتم شايفين كده. حبه طشه كانت ريحتهم جايبه اخر الدنيا كده. شويه توم مع حته دهنه، حته الدهنه دي انا مسيحاها. الدهن ده اللي احنا كنا جايبينه دهن الكلاويه يا بنات، كنا مسيحينه وبطبخ منه كل انواع الطبيخ، بيودي الطبيخ في حته تانية خالص. الفراخ كانت خلاص اتشربت معايا ودخلت في السوا، ولقيت نفسي بحط الخضار كده كده تلقائي على الفراخ. ليه مش عارفه برضو، مع ان المفروض كانت الفراخ لوحدها والخضار لوحده. فزي ما بقول لكم النفسيه مش احسن حاجه، بس عادي يعني تمام، التاكل كله زي العسل وزي السكر كده. وتعالى اقول لك على كلمتين عاوزاك تحطيهم حلقه في ودانك. عاوزاك تدي كل حاجه حقها. يعني ايه؟ يعني جوزك ولادك ونفسك وصحتك كل دول ليهم عليكي حق. ما ينفعش ان انا ادي حق لجوزي على حساب عيالي، ما ينفعش ادي حق لعيالي على حساب صحتي، ما ينفعش ادي حساب لبيتي على حساب جوزي وعيالي. ابقى مهتمه بالتنظيفات والترويقات وعيالي في حته تانية، جوزي في حته تانية، صحتي ولا فاكراها اصلا. ميه نفسها ما بفتكرش اشرب بق ميه كده يرويني كده، ابقى نفسي في الحاجه وما اجيبهاش، ابقى عينها تطلع على الحاجه ولا اقول لك العيال ابدا، ابوهم ابدا، البيت ابدا. لا، نفسك قبل كل حاجه في الدنيا. لازم تبسطي نفسك علشان تعرفي تطلعي السعاده اللي جواكي اللي حواليكي. ما ينفعش انا ابقى مضغوطه ومكموره ومكتومه من كل ناحيه حواليا
وابقى مستنيين اعرف اطلع لهم سعاده. صدقيني مش هتعرفي، مش هتقدري تفرحي اللي حواليك طول ما انت مش فرحانه. ولو مش لاقي حد يفرحك، فرحي نفسك انت على قد ما تقدري، على قد امكانياتك وعلى قد ظروفك. خروجه حلوه مع صاحبتك، تشربي عصير، تجيبي حاجه تفرحك، تجيبي بيجامه حلوه، على قد ما تقدري حاولي تبسطي نفسك باقل التكاليف يا ستي، على قد ظروفك وعلى قد اللي بين ايدك فرحي نفسك. فطرنا الحمد لله رب العالمين، وقلت ايه ادخل بقى على المطبخ اديله دعكه كده على السريع، تنظيفه كده، التنظيفه اليوميه دي، بس قلت اشجعكم كده معايا. اللي هو ما كانش مكركب قوي، بس في نفس الوقت مكركب وعايز يتلم. لملمت كده الرخامه ونضفت كده الكركبه اللي عليها والحاجات اللي عليها، ونضفت برده الحاجات اللي على البوتاجاز والحاجات اللي على الحوض. نزلت كل ده في قلب الحوض، وشطفت المواعين من اي بواقي اكل فيها. وبعد كده بدات اغسل المواعين وكده. بالنسبه لي المطبخ كان يعتبر خلص كده، ما عنديش شغل فيه تاني. عاوزه اقول لك على حاجه كمان، لو في اي حاجه مضايقاكي في بيتك، مع جوزك، مع اولادك، مع اختك، مع اخوكي، مشاكل بينك وبين جوزك جامده جدا جدا، ضغوطات انت مضغوطاها، معلش ولادك ما لهمش ذنب. ولادك ما يعرفوش القصص دي والحوارات دي، ما لهمش ذنب ان انت تزعقي فيهم، ما لهمش ذنب ان انت تنكدي عليهم، ما لهمش ذنب ما يحسوش ان هم، ما تحسسهمش بالحنان بسبب ان انت ممكن تبقي مش لاقيه الحنان من حته تانية. بس مش علشان انا مش لاقيه الحنان من ابوهم او من اهلي او من اي حد يحن عليا فانا مش هديهم حنان، لا، انت كده تبقي الدنيا خربت معاكي خالص. حتى لو مش لاقيه حنان من اي حد، لازم دول يبقوا حناني، دول يبقوا كل حاجه في الدنيا حلوه، دول تحويشه عمري، دول استثماري في الحياه، دول كل حاجه اتمناها حلوه عايزه اشوفها في ولادي. فعلى قد ما تقدري، مهما كنت مضغوطه، مهما كنت زعلانه، مهما كنت متضايقه، ولادي دول يتركنوا على جنب خالص، مالهمش دعوه باي حوارات خالص. بيتك حصل مشكله بينك وبين جوزك، ما ينفعش تدخلي حد بينكم، ما ينفعش خالص. مشاكلي في بيتي مشاكلي، واتمنى مشاكلي تبقى في اوضه نومي فقط لا غير. ما ينفعش العيال يشوفونا بنتزعق بنتخانق، بيتقال لي كلام مش الطف حاجه، مش احسن حاجه، لا، العيال يشوفوا الوش الحلو بس، ما ينفعش يشوفوا وش وحش خالص. ما لهمش ذنب في اي حاجه، هيطلعوا معقدين. اللي بيحصل في بيتهم هيطلعوا تلقائي كوبي كده، هتلاقيه بيعملوه في بيوتهم بعد كده، سواء كنت معاكي بنات او كان معاكي صبيان. فدايما اعمل حد فاصل كده، اللي هو افصل بين علاقتي بولادي مع علاقتي مع اي حد في الدنيا. مضغوطه الدنيا والضغوطات وكل حاجه عليا، برضو عيالي ما لهمش ذنب في اي حاجه. وعاوزاكي تعودي جوزك ان انت ما تتنازليش عن حقك. حقك ايه؟ هو حق فلوس بس؟ لا والله، مش حقك مصروف بس بتاخديه وبتصرفي وبتاكلي وبتشربي وبتجيبي وتوفري وتظبطي دنيتك، لا، مش كل الحقوق كده بالظبط. حقك ممكن يبقى طبطبه، حقك ممكن يبقى حنيه، حقك ممكن يبقى احتواء، حقك ممكن تبقى فضفضه. اديني من وقتك نص ساعه كل يوم، 10 دقايق، اسمعني حتى لو ما تتكلمش. انا ببقى حابه ان انا اتكلم معاك، انا ببقى حابه ان انا افضفض لك او اقول لك على اللي في قلبي. على قد ما تقدري قربي منه. ممكن يبقى مضغوط، يمكن في شغله وربنا وحده العلمان بيه، ممكن هم ربنا يعينهم على حالهم. انتوا شايفين الغلا يا بنات، شايفين الوضع اللي هو مش احسن حاجه للكل، الغلا اللي احنا فيه والوضع الصعب ودخلت عيد ومن غير عيد ومن غير رمضان ومن غير اي حاجه، الوضع صعب حرفيا بمعنى الكلمه. الناس شغاله شغلانه واثنين وثلاثه ومش ملاحقه. فما تبقيش انت والضغوطات عليه، انت والنكد عليه، لا. البيت ده مكان راحته، البيت ده اهيئه واظبطه واروقه، بيتي متروق دايما، بيتي نظيف دايما، انا نظيفه دايما، عيالي مستحمين ونضاف. عارفه ان جوزي بيرجع من الشغل كل يوم الساعه 4 الا ربع، بصي تبقى كل حاجه عندك مظبوطه على الواحده كده. 4 الا ربع عيالي يكونوا مستحميين، انا اكون عامله اكلي، مشطبه مطبخي، مغيره هدومي اللي ريحتها بصل وتوم، فكه القمطه اللي انا ربطها فوق دماغي، الطرحه اللي انا ربطها على راسي دي ليل ونهار، حبه برفان حلوين، بيجامه حلوه ترتاحي فيها، اوضه متروقه، اوضه نظيفه، ابقى جاهزه لاستقبال جوزي حتى لو هو معايا مش احسن حاجه. صدقيني لكل فعل رد فعل. لو هو شايف ان فعلك انت حلو معاه، هو مضغوط كتر خيره، واللي فيه مكفيه، الله يعين كل واحد على اللي هو فيه. بس هو لما يبقى شايف ان انت مهديه الدنيا كده وما انتش بتضغطي عليه، بتضغطي فوقيه مع كل حاجه بتضغط كده، صدقيني حتى لو في بينكم مشاكل، حتى لو في بينكم ضغوطات، حتى لو في بينكم اي حاجه، هتلاقي مع الوقت الدنيا هديت، لان هو شايف ان انت مهديه الدنيا. واختاري وقت دايما لكل حاجه عايزه تقوليها. ما ينفعش اجي اطلب طلب في وقت يكون هو متضايق فيه، ما ينفعش يكون لسه راجع من الشغل واقول له عايزين 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 عايزين، ما ينفعش خالص. اختاري لكل حاجه وقت معين تطلبيها فيه، مش الوقت اللي يكون رايق فيه، الوقت تحس ان الغزاله رايقه فيه، تحس ان راجع من تحت مبسوط، اعمل له كوبايه شاي، اعمل له كوبايه قهوه، اقعد قعده حلوه كده، وبعدين ابداي اطلبي الطلبات اللي انت عايزاها. صدقيني حته ان انت تختاري الوقت المناسب اللي تطلبي فيه الحاجه،
ممكن يخليكي تحققي كل احلامك في ظل انت ممكن تطلبيها في وقت تاني تسمعي كلام ما هوش احسن حاجه والطف حاجه خالص. عاوزه اقول لك ما تضيعيش وقتك في ان انت تبقي عايزه تغيري صفه معينه في جوزك. صدقيني هو مش هيتغير، هو على وضعه طبعا. ما تجيش انت بعد 10 سنين جواز تقولي لا اصل ده ابن امه، اصل دي كل كلمه بيقولها لامه، اصل دي كل حاجه بيحكيها لاخواته. بعد 10 سنين جواز انت جايه بعد 10 سنين جواز تغيري في حاجه؟ ايا كان الموضوع ايه، ايا كان. بضرب لك مثلا لو انت قاعده في بيت عيله وكل حاجه بينقلها لمامته، كل حاجه بيقولها لاخواته، اخواته مسيطرين عليه، مامته مسيطره عليه، انت مش هتعرفي تغيري الموضوع ده. فانت هتضغطي على نفسك وهتضغطي على اعصابك، هتخسري كتير قوي قوي من صحتك ومن طاقتك. فخلاص تقبلي الوضع اللي قدامك، لان في حاجات ينفع تتغير، في حاجات صعبه قوي او شبه مستحيل ان هي تتغير. فالمفروض من حضرتك تتقبلي اللي قدامك بكل صفاته كده. طيب انا مش عارفه اتقبل اللي قدامي، انا اللي قدامي بيضايقني، اللي قدامي بيخنقني، انا وضعه كله على بعضه كده مش عاجبني. عايزاكي تجيبي ورقه وقلم كده واقعدي كده مع نفسك ساعه تجلي كده وساعه روقان، اكتبي مميزاته ايه، شوفي ايه الحاجات الحلوه اللي فيه، ايه الحاجات اللي بتعجبني فيه، ايه الحاجات اللي مش بتعجبني فيه. صدقيني لو في ميزه واحده بس تستاهل ان انت تعيشي معاه عليها وتنسي كل العيوب اللي فيه هتعيشي. يعني لو انت حابه ان انت تتقبليه بكل وضعه بكل دنيته كده هتتقبليه. لو انت عامل لك الحلو كله وجيتي غلط معاكي غلطه واحده بس او اساء في حقك في حاجه واحده بس وانت مش عارفه مش عايزه تعدله الحاجه دي، مش هتعديها. فتقبلي دايما وخلي صدرك رحب وخلي الدنيا عندك قلبك واسع كده ومشي الدنيا. ما تدوقيش على حاجات ممكن تخرب بيتك او تنكد عليكي. ما ندورش على النكد كده بمنكش زي ما بيقولوا. مشي الدنيا، فوتي واضحكي وهزري، ودعي الملك للمالك. اكيد ربنا هيدبرها وهيسترها، واكيد ربنا علمان بحالنا ومش هيوجع لنا قلب ان شاء الله ابدا، ولا هيزعلنا ابدا ابدا بامر الله. شطبت المطبخ وقلت اكافئ نفسي كده، قلت اعمل لنفسي كوبايه اعشاب، وكنت بفكر اجوع. عارفين الوقت يا بنات اللي هو ما بين السحور وما بين التراويح ده، اللي هو الوقت مثلا معاكي من الساعه 12 كده لغايه الساعه 2 كده، الوقت ده اللي بتبقى خلاص البطن ايه، انا جعانه 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 اكل ايه؟ فانا قلت لا، انا قلت هكتمها كتمه حلوه، انا مش عايزه اكل الصراحه. عملت لنفسي كوبايه اعشاب، حطيت معلقتين من خل التفاح، حطيت معلقه من بذور الشيا، وحطيت معلقه من الاعشاب بتاعه التخسيس. طيب استكفيت بدول؟ لا انا حاسه ان انا جعانه برضه. فاعمل ايه عشان اكتم الجوع اللي جوايا ده وما ادورش ان انا اسرح كده وانتشر واعك الدنيا؟ جبت علبه زبادي، حطيت عليها معلقه صغيره من بذور الشيا، هتظبط معايا الدنيا، وادتني احساس بالشبع مش قادره اقول لكم قد ايه. وفعلا حرفيا والله العظيم مشبعه 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 فوق ما تتخيلوا، وما اتسحرتش خلاص. ده كان سحوري بالنسبه لي، لا بطني تمام، انا شبعانه، وطالما انا شبعانه مش هاكل. يعني هو مش استخسار او هو اكل على الفاضي وخلاص. طالما مش جعانه خلاص انا مش هاكل، حتى لو ميعاد الاكل جه وحتى لو الاكل اتحط انا مش جعانه يا جماعه. عاوزه اقول لك لو انت قاعده في بيت عيله حاولي تبعدي عن القيل والقال، هترتاحي او هتريحي نفسك وهتريحي دماغك وهترتاحي كميه راحه ما بصوا تتوزن كده بكنوز الدنيا والاخره كده. ماليش دعوه بفلانه عملت ايه بفلانه قالت ايه، اتحكت حاجه قدامك عادي مفيش مشكله، اسمعي اسمعي وكبري دماغك كانك بصي ما في دنيا تانية خالص. حد عايز يفضفض معاكي خلي اللي قدامك يفضفض زي ما هو عايز، بس حاولي على قد ما تقدري تبقي عامله ستوب بينك ما بين نفسك كده، تبقي واخده عهد بينك ما بين نفسك ان انا اللي قدامي هيحكي براحته انا هسمع بس. مش معنى ان انا هو حكى يبقى خلاص انا هجيب كل اللي في قلبي واحكي واجيب واقول واعيد. انت ممكن تبقي كتومه، اللي قدامك ممكن يبقى مش كتوم. في الحاله دي انت هتجيبي لنفسك مشاكل. لو هو فضفض وانت فضفضتي والدنيا وسعت منكم، لا الموضوع مش هيبقى الطف حاجه. في القول وفي العيد، ودي قالت ودي عادت ودي عملت ودي سوت، فلا احنا هنختصر كل السكه دي. عودي نفسك تسمعي بس، اسمع بس، لكن ما اتكلمش. ما اتكلمش الا مع الناس الثقه، الناس اللي هم اتكلم معاهم كاني بتكلم مع نفسي. والموضوع ده يبقى مش بيجي بين يوم وليله، الموضوع ده بياخد وقت. يعني ما تبقيش لسه متجوزه بقالك سنه او سنتين او شهور والاقي نفسي عماله ما شاء الله اقر كل حاجه لاي حد حواليا. ايه اصل دي طيبه؟ لا يا حبيبتي، طيبتك دي هتوديكي ورا الشمس. اقعدي كده على جنب بطيبتك دي، اسمعي فقط لا غير، نصيحه من اخت عن تجربه سنين كتير كتير كتير. اسمعي ورجاء منك حاولي ما تتكلميش، حاولي تعملي ستوب كده لبقك، سوسته كده تقفليها وقت ما تحبي وتتكلمي وقت ما تحبي. مش عماله على بطال افضل اتكلم اجيب لنفسي الاساءه، اجيب لنفسي كلمه تصدر مني من غير قصد اللي قدامي ياخدها يعمل عليها تمثيليه وحوار اوقع نفسي في الغلط. لا احنا مش عايزين نوقع نفسنا في الغلط، احنا دايما صح وماشيين على الصراط المستقيم، ومحدش يمسك علينا غلطه بامر الله، بامر الله ابدا ابدا ابدا. وبامر الله عمرنا ما نقل من نفسنا، عمرنا ما نوقع نفسنا في مشكله. نحاول نتعلم من الاخطاء اللي حوالينا، نحاول نعمل ستوب كده لنفسنا في كل وقت كده قبل ما اقول الكلمه. لا انا هنا بقى لازم اقف، يا ترى الكلمه دي حلوه يا ترى الكلمه دي وحشه، هتسقني مش هتسقني، اللي قدامي هيفهمها صح هيفهمها غلط. الله يهدي لنا الحال كلنا يا رب.
دخلت كده على الصاله وقلت امسكها ايه اديها تنظيفه كده، هي نظيفه مش مكركبه قوي بس محتاجه اللي هو ايه لما كده على السريع. ظبطت كده الكراسي، وظبطت الفرش بتاع الكسوه بتاعت الانتريه، وظبطت الكوشنات بتاعتي، ولميت دنيتي كده. الموضوع ما خدش يا بنات بصوا دقايق معدوده. عاوزه اقول لك الموضوع بيطول معايا ممكن عشان خاطر التصوير، لكن من غير تصوير بصي في لفه كده، لفه بروته كده تبقى كل حاجه زي الفل. عاوزاك انت كمان تلف اللفه البروته دي كده في شقتك كده اهو، ما تخليش حاجه الا لما ايدك تتحط فيها، وما تخليش حاجه اللي تبقى متروقه، ودايما بيتك يبقى فله، والكل يحكي ويتحاكى، يحكي ويتحكى بشطارتك ونظافتك، ونظافتك لعيالك ونظافتك لنفسك، وريحه بيتك حلوه، واكلك حلو، وانت منظمه، وانت مش خفيفه لا انت تقيله. ما بقاش لسه متجوزه وافضل اتكلم واهزر بطريقه مش الطف حاجه مع كل اللي حواليا. ممكن اهزر بمد الايد، ممكن اهزر بكلام ما يكونش مناسب او لائق ليا او للي قاعدين معايا، هوقع نفسي في الغلط. ما تفكريش ان الطريقه دي ممكن كده تدخلك قلوبهم بسرعه، تخليكي تخشي قلوبهم كده بسرعه وانا منكم وانا حبيبتكم وانا بتكلم زيكم. لا لا لا، الطريقه دي هترجعك لورا، الطريقه دي هتقل منك. اعملي، عاوزه تعملي لنفسك كرامه اللي في الكلام، اللي في الكلام. بصوا في مثل بيقول لك لسانك حصانك، ان صنت صانك وان هنت هانك. فانا ايه اللي خليني انا عندي كرامه واحده، عندي كرامه قله الكلام، ان انا ما اتكلمش كتير. يبقى كلامي خير الكلام ما قل ودل، كلمتين ابرك من قصيده. اتكلم كلمتين ثلاثه كده فيهم مختصر المفيد. بلاش ادخل في اعراض ناس، بلاش اتكلم مع كلام كتير ملوش اي 30 لازمه يوقعني في الغلط. اعملي لنفسك ستوب كده في كل وقت، في الوقت المناسب هتلاقي نفسك ست بيت بصي بيتضرب بيك المثل زي ما بيقولوا. كنست الصلاه كده كنسه على السرير، وانا بكنس كده قلت الم كده اللي هي اطراف السجاد. احنا في صيام يا بنات، وكل سنه وانتم طيبين. موضوع التنظيف بقى ان انت تقلبي الشقه تنظيف عميق كده في اليوم اللي هو صيام وعامل اكل وعامل سحور، والدنيا عايزه تقراي جزء قران وعايزه تصلي الفرض اللي عليكي. الموضوع بيبقى مش الطف حاجه، الوقت بيسحب منك جامد، الا اذا لو انت مطبقه او انت صاحيه من بدري قوي هتعرفي تلمي الدنيا كده. انا قلت اروق شقتي ترويقه على السريعه في نفس الوقت، ما تاخدش مني وقت وما تاخدش مني مجهود، والشقه تبقى ريحتها حلوه ويبقى نظيفه. ابقى انا بيني وبين نفسي كده انا شايفه ان شقتي نظيفه. روقت ونفضت وظبطت الدنيا. عاوزه تلمي الحافظه تكنسيها تنفضيها كده من البلكونه، انفضيها هيكون الطف واحسن واوفر بكتير قوي قوي من الكهرباء اللي بنسحب بيها بالمكنسه دي. وخلصت كنس، ظبطت دنيتي. الشرشوبه الحلوه بتاعتي عليها شويه معطر، شويه معطر هيخلوا ريحه شقتك كلها حلوه. يعني انت هتحطي على الشرشوبه حبه المعطر دول هتمسحي الشقه كلها بنفس الشرشوبه، ريحه الشقه كلها هتبقى فله فله فله. طيب جبتي معطر المره دي بالتوت، المره الجايه هاتي معطر بالخوخ، ما تبقاش ريحه ثابته عندك، لا اعملي تغيير كده بحيث ان مناخيرك ما تبقاش اتعودت على نفس الريحه، فتحس ان لا ان الشقه مش ريحتها حلوه. لكن لما مره ريحه مختلفه ومره ريحه مختلفه هتحسي ان لا الله في اختلاف، في ريحه حلوه في البيت ده. ربنا يا رب يجعل بيوتنا حلوه وريحتنا حلوه وسرنا هادي ويصلح حالنا ويجعل ايامنا كلها حلوه، اللهم امين يا رب العالمين. خلصت الدنيا كده ونضفت الصاله. كنت الاوضه بتاعتي مجرد بس من قمت من على سريري كنت مروقاها خلاص، يعني اوضتي من الصبح نظيفه. الروتين ده يا بنات بادئ معاكم من بعد الفطار على طول لغايه تقريبا قبل التراويح كده، اللي هو انا خدت اللفه السريعه دي كلها في الشقه في وقت قياسي كده. فعايزه اقول لك انت لو هتحطي حاجه في دماغك هتوصلي لها. عندك تنظيفه هتنظفيها تنظيفه عميقه، ترويقه هتروقيها. طول ما انا مش شاغله نفسي بحد وشغله نفسي ببيتي وعيالي هتبقي دايما حابه انت تجددي، حابه تطوري من نفسك، حابه تظبطي الاوضه. لا الاوضه دي انا بقالها من الشتاء الوضع بتاعها ده نفس الترتيبه كده، لا انا على دخلة العيد عايزه ارتبها ترتيبه مختلفه ان شاء الله. عارفه تشيلي الكومودينو من هنا تحطيه الناحيه الثانيه. الحاجات دي بتبسطنا وبتفرحنا وبتدينا كميه نشاط، طاقه ايجابيه، بتحسسك ان انت عملتي ايه، هديتي الشقه وبنيتيها تاني. فعندك نظام مثلا اوضه العيال نظام، حاولي تشقلبي النظام تاني. مثلا سريرين جنب بعض لا احط سرير عكس سرير، سرير عكس السرير بدليهم، لف الدولاب، لف السرير. الحاجات دي بتفرق معانا جدا وبتحسسنا ان كده الله في اختلاف كده حلو وفي حاجه حلوه كده احنا بس اللي نحس بيها، احنا كستات نحس بيها. الرجاله دول ربنا يتولاهم ممكن تبقي لافه الاوضه ومشقلبه حالها كده وما ياخدش باله اصلا ان في حاجه متغيره، عادي عادي عادي. النونو بتقول لكم عادي عادي يعني ولا اي حاجه. زي ما انت مستمره في نشاطك وفي تشجيعك وفي تحفيزك خليكي مستمره، وابعدي عن اي كآبه، ابعدي عن اي اكتئاب. بيتك ده يبقى جنتك، بيتك ده يبقى مملكتك، بيتك ده يبقى حاجه حلوه كده، يبقى حاجه حنينه كده. بيتي ده واولادي وجوزي يبقوا حاجه حنينه.
وعلى فكره مش هيبقوا حاجه حنينه من غير ما انت تبقي حنينه، لازم انت تبقي حنينه عشان تعرفي تديهم حنيه وتطبطبي عليهم وتشربيهم الحنيه، عشان هم لما يروحوا بيوتهم بعد كده يبقوا حنينين زي ما انت حنينه. عاوزاكي تبقي كلك طاقه ايجابيه. شفتي اللي بتبقى مبتهجه، الناس اللي بتبقى مبتهجه دي على طول ومبسوطه على طول مهما كانت الظروف ومهما كانت الضغوطات ومهما كانت الحال، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني صعب قوي قوي قوي، ومع ذلك مبتهجين ومبسوطين وبنضحك وبنهزر، والله دول هتلاقي ربنا كرم ربنا عليهم مليه اول من اخر، ورضا ربنا عليهم مليه اول من اخر. رضا ربنا بدليل ان انا راضيه، ربنا راضي عني، فالحمد لله رب العالمين انا راضيه ومبتسمه، حتى لو ظروفي على القد، حتى لو ماشيه نفسي يوم بيوم، حتى لو عليا دين، حتى لو عليا حاجه مضايقاني ومحطوطه في موقف كده ربنا يطلعني منه على خير، انا برضو بضحك وبرضو مبسوطه وبرضو بطبطب على اللي قدامي وبراضي اللي قدامي. وطول ما انت بتطبطبي وبتراضي والله العظيم ربنا هيرضيكي. طول ما انت بتحتسبي كل حاجه بتعمليها هتلاقي ربنا موقف لك ولاد الحلال. طول ما انت بتطلعي صدقه اللي ربنا يقدرك عليه، مش هقول لك مبلغ قد كده او وفري قد كده او خشي قد كده، اللي ربنا يقدرك عليه. راضي اللي قدامك حتى لو بابتسامه، حتى لو بطبطبه. انت ممكن تراضي اللي قدامك بان انت تهوني عليه، مش شرط ان انا اديك فلوس او مش شرط ان انا اقف جنبك في حاجه، بس اهون عليكي، احسسك ان الدنيا لذيذه والدنيا حلوه والدنيا الحمد لله رب العالمين تتعيش، ان الدنيا مش كلها كآبه واكتئاب وكلها نكد. ربنا يا رب يهدي سرنا ويصلح حالنا واحوالنا، وتحاولي على قد ما تقدري تعملي قرش ليكي، قرش خاص ليكي، خاص بيكي انت، محدش يعرف عنه حاجه الا شخص واحد بس، ممكن شخص واحد بس. القرش ده يبقى ارض صلبه انت واقفه عليها. لو انت شغاله لازم تعملي قرش لنفسك على جنب، لو انت ست بيت لازم من مصروف بيتك تحوشي قرش على جنب، بس قرش، مش تشيلي نص المرتب وتقولوا الفلوس خلصت، لا احنا مش كده خالص. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك وكومنت، وسلام عليكم.